السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ اخباركم يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. انا عندي فكرة جديدة لسلسلة نعملها مع بعض في القناة ان شاء الله. الفكرة دي عبارة عن عزيزي الاعلامي ما تكدبش قدامي. هنرد فيها على كل الناس اللي بتكذب على النادي الاهلي وبتألف وبتهبد. بس أنا عشان السلسلة دي هتبقى معانا مثلا مكملة معانا شهر او شهرين عقبال ما نخلص كل المواضيع ونغطيها ان شاء الله. مواضيع كتير، زي الأهلي بيفضي لعيبة الإسماعيلي، زي عقود الرعاية، زي وكالة الأهرام، زي نادي القرن، زي التحكيم. هنغطي كل الموضوعات دي. كل حلقة هناخد موضوع معين، وانتوا برضو اكتبوا لي في الكومنتات انتوا حابين نتكلم عن ايه، ونتكلم عليه بالتفصيل في السلسلة على مدار الشهرين ان شاء الله. في البداية قبل ما نبدأ الحلقة إن شاء الله، ما تنسوش تدعوا لإخواتكم، ما تنسوهمش تكلموا عليهم. يا رب انصرهم، يا رب قويهم، ويا رب نعيش ونشوفهم منتصرين إن شاء الله. ماشي. النهاردة موضوع حلقتنا هيكون عن إيه؟ عن أكبر كذبة الزملكاوية وغير الزملكاوية وأي حد مش أهلاوي مصدقها وماشي وراها. هنتكلم عنها بالتفصيل، بالتفصيل الممل من الألف للياء. بس يا رب ان شاء الله لو مجهودي اللي عملته في الحلقه عجبكم والكلام اللي هقوله لكم يعجبكم، اشتركوا في القناه وادعموني. الموضوع النهارده عن وكاله الاهرام ووعود الرعايه، او بمعنى تاني الناس اللي بتقول ان الاهلي عشان هو اللي معاه فلوس فهو اللي بياخد بطولات، وده طبعا كله كلام كذب. وهنرد على الكلام ده ازاي كده، واحده واحده وبالورقه والقلم وبالدليل. ولو في حاجه في كلامي انا بقولها غلط، ادخل اعمل سيرش وشوف الكلام ده صح ولا غلط. فهيجي واحد من الاعلاميين المدلسين يجي يقول لي اصل الاهلي، انا شايف ان الاهلي بياخد البطولات وهو اكتر فرقه بتاخد بطولات عشان هو اكتر نادي معاه فلوس. هقول له انت تعمل لازك، انت مش شايف حاجه. يعني انت عندك مشكله في النظر، فانت ممكن تروح لدكتور تشوف نظرك ماله. طيب، هنتكلم من اول سنه 2000 مثلا، بدايه الالفيه. في بداية الألفية كان أغنى نادي في مصر وأكتر نادي في مصر بالورقة والقلم وبالدليل وبالمستند بيدخل له فلوس كان نادي الزمالك. نادي الزمالك كان عنده سور النادي كله، البوتيكات والمحلات كان بيدخل له ملايين شهريا، مش سنويا، خدوا بالكم، ملايين شهريا كانت بتدخل له. استفاد بيها ايه نادي الزمالك؟ عمل بيها ايه؟ طبعا كان ياخد الفلوس، عايز مجالس الإدارة بتتخانق مع بعض، فأنا عايز أركب على مجلس الإدارة ده وأركب الكرسي وأركب الترند ومحدش يبقى زيي. هوب أجيب شيكابالا من بره أديله 15 مليون، في عز ما كان محمد أبو تريكة عمي وعمك وعم الناس وعم الأستاذ اللي قاعد ورا ده وعم الكابتن اللي هناك ده وعم الناس اللي معدية من ورا، كان بياخد 2 مليون جنيه في السنة. انا كنت بدي شيكابالا اللي صفر تأثير، واتكلمنا عنه في حلقات قبل كده، زيرو تأثير مع نادي الزمالك في اي بطولة، بديله 15 مليون جنيه. محمد ابو تريكة كان بياخد 2 مليون جنيه، محمد بركات كان بياخد مليون ونص، شادي محمد كان بياخد 750 الف جنيه. الناس اللي جابت افريقيا 3 مرات ورا بعض مع مانويل جوزيه، والناس اللي احتكرت الدوري والكاس. تمام. اروح اجيب اجوجو، اروح اجيب عمرو زكي، ادي الناس دي اي فلوس عايزاها علشان في الانتخابات طبعا جماهير نادي الزمالك والاعضاء والناس، انا هاجي تاني عضو مجلس اداره واجي تاني رئيس مجلس اداره. ليه؟ ده انا جبت لكم اجوج وجايب لكم شيكابالا وجايب لكم عمرو زكي وجايب مرجع لكم ميدو من بره. مش مهم ادفع كام ومش مهم اخد ايه، المهم الناس دي هي اللي هتخليني ابقى في مجلس الاداره مره تانيه. صح الكلام ده ولا مش صح؟ انت كزملكاوي لو بتتفرج عليا الكلام اللي انا بقوله ده غلط؟ في نادي في مصر كان بيدخل له فلوس زي نادي الزمالك من البوتيكات والمحلات اللي في اكبر شارعين في مصر، في المهندسين وفي جامعة الدول؟ لا، مفيش. طيب، تعالى خلينا نكمل شوية مع نادي الزمالك. الاهلي
في الرعايه ليه بياخد اكتر من الزمالك؟ ما الناس كلها بتتكلم برضو في الموضوع ده بكذب وبتدليس. ما هو لازم ياخد اكتر من الزمالك. نادي عامل اسم، براند، بيلعب في كاس عالم انديه، متشاف، معروف، بياخد افريقيا ورا بعض كذا سنه ورا بعض، على طول في نهائي افريقيا، على طول متكرم من الكاف، احسن نادي في القاره، احسن مدير فني في القاره، احسن لعيب في القاره، نجومه كلهم متكرمين في الكاف، نادي القرن، بيروح المحافل الدوليه بيتكرم، بيروح المحافل الافريقيه بيتكرم. انت مين يعرفك انت؟ انت مين يعرفك؟ فانا كراعي او كراجل مستثمر او كشركه وبعمل اعلان او عايز احط اعلان بتاعي على تيشيرت او اعمل شراكه مع نادي، هختار مين؟ انا بيزنس، انا فلوس، انا بتكلم كبيزنس دلوقتي، ماليش دعوه بشعبيه او مين. ده في ناس زملكاويه، اصحاب شركات زملكاويه بيرعوا الاهلي عشان هو ده اللي هيكسبه، هو ده اللي هيجيب له المام، هو ده اللي هيجيب له الفلوس. صح ولا انا غلطان؟ انا مش هروح عند نادي الزمالك، مين بيشوف نادي الزمالك؟ معلش. وترجع تاني برضو الموضوع ده دخلنا في قصة الشعبية. يا جماعة في مواضيع كده بالله عليكم، انتوا عارفين السلسلة دي انا عاملها ليه اصلا؟ السبب او السبب الرئيسي ان انا اعمل السلسلة دي عشان تبقى ريفرنس ليك كاهلاوي، لما حد يفتح قدامك موضوع من الموضوعات دي حط الحلقة دي في عينيه ومش هيقدر يرد عليك. ما انا بتكلم بدليل، انا ما بكلمكش كلام عشوائي، يعني مش طالع بهبد من عندي وطالع بخترع الكلام لا، ادخل واعمل سيرش هتلاقي الكلام ده مظبوط. هو نفسه كزملكاوي مش هيقدر يشكك فيه. فاكيد انا لما مثلا يبقى عندي شريحتين من الناس او مكانين من الناس، مكان فيه 20 بني ادم ومكان فيه 3 بني ادمين، احط اعلان، احط الاعلان فين اللي يتشاف اكتر؟ اكيد فرصة ان الناس من ال20 تشوف الاعلان وتشتري منتجي اكتر من ال3. فهي دي ببساطة شديدة فكرة الجماهيرية. انا مش فاهم ازاي الناس برضو بتتكلم يقول لك الزمالك اكثر شعبية واكثر جماهيرية وخصوصا في الوطن العربي والنسبة 50-50. انتوا مصدقين الكلام ده؟ يا حبيبي روح اتفرج على القهاوي لما يبقى ماتش الاهلي شغال وماتش الزمالك شغال، وساعات ماتشين في نفس التوقيت، شوف هات لي قهوة بتبقى مشغلة ماتش الزمالك. كله الاهلي، كله الاهلي. الزمالك اكتر شعبيه في الوطن العربي. منين؟ بناء على ايه؟ ايوه قول لي بناء على ايه؟ طبعا معروف ان الاهلي اقدم نادي واول نادي تاسس في مصر والشرق الاوسط وافريقيا والوطن العربي. تمام. وغرارا وانهم مشوا على نهجه وتيمنا بيه وحبا فيه، كل الانديه العربيه سمت الاهلي. كل الدول العربية فيها الأهلي، الأهلي الليبي، أهلي بني غازي، أهلي جدة، أهلي دبي، في كل حتة النادي الأهلي. هات لي نادي واحد في الدول العربية اللي الزمالك أكتر شعبية فيها اسمه الزمالك. انتوا ايه؟ انتوا ازاي اصلا؟ انتوا شايفينها ازاي؟ قلت لكم في اول الفيديو دكتور هادي حبيبي، راجل من المشتركين عندي، حبيبي الدكتور هادي، ممكن تحط لنا في الكومنتات رقم دكتور رامد بليز؟ معلش ناو. الناس دي لازم تروح تكشف تشوف نظرها او تعمل ليزك او تعمل تصحيح ابصار لان هم شايفين غلط. ماشي حبيبي يا دكتور هادي. فانتوا بناء على ايه بتقولوا ان الزمالك اكتر جماهيريه في الوطن العربي؟ وهو كده انا هو اكتر جماهيريه. تيجي تقول له هو كده لا ما فيش. يا ابني طب البحر فيه ميه؟ لا 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 ما فيهوش ميه. طب الاسم فيه عساكر؟ لا لا ما فيهوش برضه عساكر الاسم، لا الاسم فاضي لا. طب خد شويه برسيم؟ عينيا حاضر. فانت تفقد الامل انك تتعامل معاه وتفهمه، بس رد عليه وسيبه، هو ما كده كده مش هيغير رايه، هو كده كده مفيش منطق ومش هيغير رايه. بس انت اعمل اللي عليك، انت قول له بالمنطق وسيبه هو ايه يفكر، لان كده كده مش هيغير رايه واللي في دماغه في دماغه. طيب خلصنا من وكاله الاهرام. قال لك اصل وكاله الاهرام دي اللي كانت بتدي فلوس الاهلي عشان حسن حمدي حتى ميدو طلعت قال لحد النهارده الكلام ده لسه بيتقال ولسه مصدقينه ولسه بيكذبوا وبيدلسوا وبيضللوا الناس وبيقولوا الكلام ده في الاعلام لحد دلوقتي عشان حسن حمدي رئيس النادي هو كان رئيس الوكاله. يا حبيبي رئيس اتحاد الكره كان رئيس الزمالك في نفس الوقت. ده ماليش دعوه بالفلوس؟ طب خلاص خلصنا. وكاله الاهرام بقى لها 20 سنه مقفوله. جت صله ادت الزمالك زي الاهلي، عملت عقد رعايه
بنص مليار للاهلي، ايام ما كان نص مليار نص مليار. تمام. خلصت صله، جت المتحده برضو بتدي الاهلي قد الزمالك 5 اضعاف او 6 اضعاف. والموضوع ده هيستمر الى ما لا نهايه. ما هو منطق، ما هو الموضوع ده بيزنس، ده بيزنس معلوش علاقه بحب وكره وجماهير، ده بيزنس. انا بروح لبراند، انا عايز اعمل اعلان، مثال حتى بسيط، كيس شيبسي مثلا، من كل 100 طفل هيروح يشتري كيس شيبسي 70 طفل اهلاوي، 80 طفل اهلاوي عايزين يشوفوا صورة حسين الشحات، محمد الشناوي، مصطفى شوبير، و10 او 15 طفل زملكاوي عايزين يشوفوا صورة شيكابالا، زيزو، بس مش اكتر. فلازم هروح للشريحة الاكثر عددا والاكثر تأثيرا والاكثر استهلاكا. ما ده منطق يا جماعة، ده بيزنس. انتوا ما عندكوش ناس بتفكر، ما عندكوش ناس في إدارة تسويق، ما عندكوش ماركتينج، ما عندكوش ناس عقود رعاية وناس متخصصين عقود، ما عندكوش إدارات متخصصة في الكلام ده. دي مشكلتكم انتوا، مش مشكلتنا احنا. يعني دي مشكلتك انت كزمالك، مش مشكلتي انا كاهلي. انا اعمل لك ايه؟ انا المفروض ادور لك على حقك واجيب لك فلوس واجيب لك رعايه واعمل لك عقود رعايه عاليه وادور لك على رعاه ومستثمرين. دي مشكلتك انت، حلها، مش مشكلتي انا. مش انا اللي بجبر الناس تديني فلوس زياده عنك. اسمي، الاسم والبراند واللي انا بشارك فيه واللي انت ما بتشوفوش حتى في منامك انت ما بتشموش حتى. كاس عالم الانديه، افريقيا، 5 افريقيا، 5 نهائيات ورا بعض، منهم 4 افريقيا، واكتر فريق واخد افريقيا، سوبر افريقي ودوري وكاس وكاس عالم الانديه، وهيصه ومولد يا حبيبي انت مش موجود فيه. انت مش موجود فيه. هيصه. انت حتى مش عارف تلعب في افريقيا، مش هقول لك تاخد افريقيا، انت حتى مش عارف تشارك في بطوله افريقيا. ده بالنسبه لموضوع الرعايه. والجزء التاني برضو من نفس الموضوع تقريبا، موضوع ان عشان الفلوس انت بتاخد كل حاجه. لا، عمرها ما كانت كده. ايوه طبعا الفلوس حاجه مهمه وعنصر رئيسي وفعال دلوقتي في كره القدم من ساعه ما بقى احتراف وبقت صناعه. ايوه طبعا عنصر مهم، بس مش هي كل حاجه. واكبر مثال على كده ايه؟ ها، يلا جاوبوني. بيراميدز. بيراميدز، صح. بيراميدز صرف كام مليار من ساعه ما دخل الدوري المصري، من ساعه ما كان الاسيوطي واتغير اسمه بقى بيراميدز. صرفوا كام مليار؟ خدوا ايه؟ بالطبطبه بالمحايله واخدين كاس مصر، وعشان الاهلي والزمالك مش موجودين. لو كان بيلعب الاهلي ولا كان بيلعب الزمالك كان خد على عينيهم وما خدوش حاجه برضه. خد ايه بيراميدز بالمليارات اللي صرفها؟ انتوا عارفين بيراميدز ده ايه اللي حصل؟ بيراميدز ده اول سنه لما اتغير اسم النادي ومن الاسيوطي البيراميدز، عمل قناه وجاب كريمه الكريمه، اللعيبه والاعلاميين، وجاب ميدو وشلبي وعفيفي، وجاب مدرب عالمي، وجاب كريمه اللعيبه في مصر وجاب ده جاب كينو ب 8 مليون دولار. جايب كينو يلعب في الدوري المصري ب 8 مليون دولار، ايام ما كان الدولار ب 17 جنيه او ب 15 جنيه، يعني حوالي مثلا داخل في 150 مليون. جاب لعيب ب 150 مليون من كام سنه. جاب هداف الدوري الفنزويلي، جاب هداف الدوري السعودي عمر السومه، جاب هداف الدوري الكولومبي، جاب احسن لعيبه. لعيبه اصلا عمرها وعمرنا كلنا ما كنا نفكر انها ممكن تيجي تلعب في الدوري المصري. خد ايه؟ رابع. حتى مش تاني ولا تاني، واخد رابع الدوري. قال لك الظاهر سكه الفلوس دي مش نافعه. يعني قصه ان انا اصرف بعبط وعمال اصرف واجيب مدربين عالميين مش واكله. طب هو مين اللي بياخد كل حاجه في مصر ومحتكر البطولات ومسيطر على كل حاجه؟ الاهلي. بس لقيتها. يبقى اعمل ايه يا باشا؟ انا اخد لعيبه الاهلي هي اللي تجيب له بطولات. وراح مفضي فرقه الاهلي، يعني بدايه من احمد الشيخ ومحمد فاروق، وبعد كده عبد الله السعيد واحمد فتحي ومحمد حمدي ورمضان صبحي وشريف اكرامي. خدوا ايه؟ هي لا قصه فلوس ولا قصه لعيبه، هي قصه كيان وطموح ونادي وجماهيريه وناس بتخطط وناس بتفكر وناس همها النادي ومصلحه النادي، مش مصالحها الشخصيه ولا ان انا اتلمع
ولا ان انا اخد بطوله عشان اكيد في الفرقه دي واكيد في الفرقه دي. لا لا، مش كده خالص. يعني انتوا عندكم الفلوس وعندكم احسن لعيبه فين بيراميدز؟ معلش، ده حرس الحدود. حرس الحدود كان عنده جيل ذهبي، كان بياخد سوبر وكان بياخد كاس مصر وكان بيصعد نهائي الكاس وكان بيلعب في افريقيا ايام الهرده وعبد السلام نجاح واحمد حسن مكي واحمد عيد عبد الملك. كان فريق مرعب بصراحه، كان فريق مرعب، فرقه حلوه كنت بتحب تتفرج عليها. الفرقه دي ضد الزمالك 5 في الدوري بالمناسبه، حرس الحدود. انبي، انبي كان بيصعد نهائي كاس وكان تاني دوري وكان بيلعب في افريقيا بزيرو امكانيات، بلاعيبه ناشئين. يعني انت ايه اللي عملته؟ المقاولين العرب كان درجه تانية وكان بياخد كاس مصر والسوبر من اهلي ومن زمالك وهو بيلعب درجه تانية، وبايه؟ بقطاع الناشئين. ما كانش عنده لعيب اصلا معروف. كان اشهر لعيب عنده، الله يمسيه بالخير، مصطفى مارين، كان جاري في عين شمس من عندي. هو ده كان اشهر لعيب عندهم. فهي لا موضوع فلوس ولا موضوع وعيد رعايه ولا موضوع لعيبه. يعني الاهلي برضه في سنه من السنين واخد الدوري بعيال ثانويه عامه، كريم بامبو ورمضان صبحي وتريزيجيه وشهاب الدين احمد و... لعيبه كلها صغيرين، لعيبه كلهم واحمد شكري، العيال كلها 17 سنه وخدوا بيهم الدوري. يا جماعه هي منظومه، منظومه وتاريخ وعرق سنين وتعب سنين ومجهود سنين ومبادئ، وناس ماشيه بخطه وبلان وماشيه مكمله في طريقها، وناس عندها ادارات وكل واحد شايف شغله مظبوط وكل واحد همه مصلحه النادي. هي لا قصه عقود رعايه ولا قصه فلوس ولا قصه لعيبه. ايوه الكلام ده كله مهم، الكلام ده انا معاكم مليون المية ده مهم، بس مش هو الاساس، مش هو الاساس. ولا كان باريس سان جيرمان خد بطولة أوروبا تشامبيونز ليج طول الحياة، أغنى نادي في كوكب الأرض، ممكن يجيبوا أي لعيبة، وجابوا فعلا ميسي وجابوا نيمار وجابوا وابراهيموفيتش، جابوا كل الناس اللي ممكن تتخيلوهم، ودي ماريا ومفيش، ما عملوش حاجة. فدي إن شاء الله كده أول حلقة في السلسلة بتاعت عزيزي الإعلامي ما تكدبش قدامي، عشان كل ما تكدبوا هجيبكم هنا تاني وهطلعكم مسرح وهطلعكم كلكم كدابين، كلكم كدابين، ومفيش حد بيطلع يقول كلمة صدق واحدة، كلكم مدلسين، مفيش حد بيتقي الله في شغله ولا في الكلمة اللي بيقولها ولا في الوقت اللي بياخده وفي الأمانة اللي ربنا محملها له إن هو كلمة بيقولها للناس. ماشي؟ وإن شاء الله مع بعض في حلقات هنتكلم برضو عن باقي الموضوعات اللي اتكلمنا في أول الحلقة عليها. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتعملوا له لايك وتكتبوا لي في الكومنتات عايزين ايه الموضوع الجاي نتكلم فيه في السلسلة عن ايه إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.